وصفتنا لليوم حلى القلوب بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة، لازم تجربوه. احتجت لي كوب من حليب البودرة المحموص، نص كوب من البسكوت المطحون، ملعقة بيكنج باودر وأقلبها. بعدها حضيف عليها علبة قشطة ونص كوب من السكر، واحد بيض مع رشة من الفانيلا ونص كوب من الزيت، وأقلب كل هذه المكونات. حنزلها في قالب مدهون بالزيت وأدخلها الفرن لمدة 18 دقيقة. وبعدها للطبقة الثانية احتجت لنص كوب من حليب البودرة، علبة قشطة، 6 جبن كريمي، ثلث كوب من السكر، أخلطها لحد ما أوصل لهذا القوام. وبعدها طلعتها من الفرن، حنزل عليها الطبقة البيضاء، أوزع عليها كمان كراميل وشوكولاتة، وأشكلها بهذا الشكل على شكل قلوب، وأرجعها مرة تانية بالفرن لحد ما تتماسك معاي هذه الطبقة، وأدخلها الثلاجة لمدة 2 ساعة وأقدمها وهي باردة. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.